اختلفت الوسائل والهدف واحد، فقد لجأ هذا المواطن إلى دراجته الخاصة كي يشارك في الحملة الانتخابية لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة. الدراج صحراوي عبد الرحمن انطلق في مسيرته يجوب شوارع العاصمة ضاربا عرض الحائط آراء المشككين في مسار التنمية والمصالحة الوطنية، مصرا على أداء واجبه الوطني من خلال خياره لصالح رجل المصالحة. سيد فخامة رئيس الجمهورية أعطاه الله المعجزات، بنى الوئام المدني والسمن الوطني وشاركت فيها المسافة من بلدية من بلوزداد إلى عنابة من أجل السمن والمصالحة الوطنية، وبنى المصالحة الوطنية، ولهذا إن شاء الله تستمر المصالحة الوطنية. وندعو كل الناس اللي راهي كما يقول لك دايره فكر في راسها يعني تأدي الجزائر، والله اليد الجزائر محلولة، اتقدموا ليها والله سامح لكم ربي والدولة سامحت لكم، وراني مسؤول على هذا الكلام، وانا ما ندمتش في مسيرة لفخامة رئيس الجمهورية. ولهذا اللي يكون انسان مكتر يقدم للجزائر نكون معاه.